استعدوا لنهاية الدولار وبداية عهد الذهب. خلاص قريب الدولار مش هيبقى ليه أي قيمة، والعالم هيرجع من تاني للعصر الذهبي. دول العالم بتجري تشتري ذهب، ودول عظمى زي الصين معاها أكبر احتياطات ذهب في العالم. وهنا بيجي السؤال، هل زمن الدولار خلاص انتهى فعلا، واللي الدولار فيه ده حلاوة روح مش أكتر؟ وإيه هي توقعات البنوك لأسعار الذهب في 2025؟ هل هيكمل في المنحنى التصاعدي الرهيب ده، ولا هيستقر أخيرا بعد سلسلة ارتفاعات ضخمة؟ كل ده هندردش فيه سوا النهارده من الرابط. انا محمد البحراوي. الدولار اتحرق خلاص والذهب راجع، وده مش كلامنا. في الفترة الأخيرة خرج رجال أعمال واقتصاديين اتكلموا عن رجوع عصر الذهب من جديد، وإن الدولار خلاص راحت أيامه. الناس دي بقى كان آخرها رجل الأعمال الأمريكي روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير. الراجل ده طلع واتكلم على تويتر وقال الدولار الأمريكي انتهى وبدأ عصر الذهب. وقبلها بفترة خرج برضه وقال إن الانهيار العالمي بدأ، والصين وأمريكا داخلين على كساد عالمي، وكل واحد يا جماعة يخلي باله من فلوسه ويبدأ إن هو يروح يشتري ذهب بسرعه او بيتكوين. طيب تعال بقى نشوف هل الكلام ده سليم ولا لا. قبل ما اقول لك هل الدولار هينهار قريب ولا لا، تعال بسرعه كده اقول لك ازاي وصلنا للوضع اللي احنا فيه حاليا، وليه الدولار هو العمله المهيمنه على العالم في الوقت الحالي. زمان يا سيدي كان الذهب هو الاساس في كل التجاره العالميه، حتى ان الدول ساعتها كانت بتصفي عجز الميزان التجاري بتاعها بالذهب. مثلا لو مصر اشترت من السعوديه بضاعه بمليون جنيه، والسعوديه اشترت من مصر ب 2 مليون جنيه، الفرق ده بقى هيدفع قيمته بالذهب. ومش بس كده، زمان كانت كل العملات ليها غطاء من الذهب، وكل ما الدوله كان عندها ذهب اكتر كل ما عملتها كانت اقوى والسوق بيثق فيها اكتر. لحد ما جت الحرب العالميه الثانيه سنه 1939، والدول الاوروبيه اتدمرت تماما، وامريكا خرجت من الحرب سنه 1945، وكان عندها اكبر مخزون من الذهب وقتها، وهي اللي اعادت بناء اوروبا وكانت بتبيع ليهم البضائع والسلع. وعشان كده الدولار خرج على الساحه كاقوى عمله موجوده بعد الحرب العالميه الثانيه من 1945 ل 1970. ولحد الفتره دي في امريكا كان كل دولار عندها ليه غطاء ذهب، والوضع ده استمر لحد سنه 71. ساعتها بقى خرج الرئيس الامريكي نيكسون وصدم العالم كله وقال لهم احنا قررنا نفك ارتباط الدولار بالذهب. طيب السبب في كده يا عم الحاج؟ قال لك ان امريكا بدات في طباعه دولارات كتيره جدا تفوق الغطاء الذهبي بتاعها، وساعتها كان في حروب في فيتنام وحروب بارده ومشاكل كتيره جدا، وامريكا كانت محتاجه دولارات. وهنا سؤال مهم جدا بيجي، ليه وقتها الدولار ما انهارش؟ والاجابه ببساطه لان ساعتها الدولار كان عمله التجاره العالميه. اي دوله كانت عايزه تشتري حاجه من دوله تانية كانت بتشتريه بالدولار، وعشان كده فالدولار استمر بقوته عشان ثقه السوق فيه كعمله. لكن حاليا فواضح ان الامور بدات تتغير بشكل تدريجي. محمد عبد الله العريان الرئيس التنفيذي السابق لشركه بيمكو وصاحب الدكتوراه في الاقتصاد من جامعه اوكسفورد، الراجل كتب مقال على الفاينانشال تايمز بيقول فيه ان اللي بيحصل السنتين اللي فاتوا من دول زي الصين بيدل على تغيير كبير في النظام المالي العالمي. والعريان بيقول ان في عمليات شراء مستمره من البنوك المركزيه الاجنبيه للذهب، خاصه في السنتين اللي فاتوا، وده مش سببه تنويع الاحتياطات على قد ما ان الدول الكبيره دي بتحاول انها تلاقي بديل للنظام المالي الحالي، واللي بالمناسبه هو بقاله اكتر من 80 سنه. وفي رايه ان سبب كل ده هو فقدان الثقه في اداره امريكا للنظام العالمي. من وجهه نظره في امريكا الفتره الاخيره بتستخدم عملتها كسلاح ضد كل الدول اللي عايزه تعاقبها، وكمان بتفرض عقوبات بالدولار، ده حتى انها طردت روسيا من نظام سويفت في سنه 2022. كل الكلام ده بقى بيخلي الدول تفقد الثقه في النظام المالي اللي بيديره امريكا، واللي اصلا قائم على الثقه. لان زي ما انا قلت لك فالدولار اساسا مش بيتغطي بالذهب. ولو جينا نبص على الذهب في الربع الثالث من سنه 2024 هنلاقي ان الطلب الاجمالي على الذهب زاد ووصل ل 1313 طن، ودي زياده تقدر ب 5% مقارنه بنفس الفتره في السنه اللي فاتت. اما بقى لو جينا نبص على السنه كلها هنلاقي ان قيمه الطلب زادت بنسبه 35% على اساس سنوي، علشان تعدي 100 مليار دولار لاول مره على الاطلاق، وده بحسب تقرير وورلد جولد كونسل. ده بقى بيدل على ان الاقتصاد العالمي بيحاول سنه سنه يتخلص من هيمنه الدولار عليه. كمان انا عاوزك تاخد بالك ان الكلام ده كله بيترجم في دماغ اي مستثمر لسؤال منطقي ومهم جدا الحقيقه، وهو بما ان الذهب بالجمال ده كله وهو المستقبل، اسعاره هتكون عامله ازاي في 2025؟
فتعالى بقى نشوف سوا الكلام ده. لو جينا تتبعنا اسعار الذهب عالميا هنلاقيه زاد بنسبه 25% من بدايه السنه، وفي اكتوبر 2024 وصل لمستوى تاريخي عند 2790 دولار للأونصة. وعلى الرغم من الارتفاع المذهل ده إلا إن ختام 2024 عمل قلق كبير لمستثمرين الذهب في العالم كله، وده لأنه في شهر نوفمبر اللي فات انخفض تقريبا بنسبة 3.4%. ده غير كمان إنه كمل نزول في شهر ديسمبر وانخفض حوالي 2% كمان لحد دلوقتي، وده بحسب اللي نشره موقع CNN الاقتصادي. لكن أنا مش عاوزك تقلق، وده يا سيدي ببساطة لأن الذهب هيرتفع في 2025. فبحسب أحدث توقعات لجولدمان ساكس الذهب هيرتفع في 2025 وهيوصل في نهاية السنة ل 3000 دولار للأونصة، ودي بالمناسبة برضو نفس توقعات سيتي بانك، وهو واحد من أكبر البنوك في العالم. خد بالك إن توقع الارتفاع ده جاي مع توقعات باستمرار ارتفاع الدولار في 2025، وده بحسب تقرير للCNN. طيب إيه يعني اللي هيخلي الذهب يرتفع؟ يعني إيه اللي خلاهم يتوقعوا كده؟ في تقرير نشره بنك جي بي مورجان بيرجع سبب ارتفاع الذهب لمجموعة عوامل، أولها هو السياسات النقدية للبنوك المركزية، زي مثلا خفض أسعار الفايدة واللي بيعلي قيمة الذهب كملاذ آمن للاستثمار. تاني عامل هيأثر على الذهب في 2025 هو التوترات الجيوسياسية، واديك شايف الدنيا حواليك التوترات بتزيد يوم بعد يوم، لدرجة إن صحيفة بوليتيكو الأمريكية نشرت مقال في 18 ديسمبر إن الحرب العالمية بدأت خلاص، يعني مش لسه هتبدأ، وده طبعا بيصب في مصلحة الذهب. أما ثالث عامل والأهم من وجهة نظر جي بي مورجان فهو مشتريات البنوك المركزية من الذهب. فبحسب تقرير نشره مجلس الذهب العالمي فمشتريات البنوك المركزية من الذهب زادت بشكل ملحوظ في سنة 2024. فمن أول السنة ولحد نهاية الربع الثالث وصلت مشتريات البنوك ل 694 طن من الذهب بحسب كلام جي بي مورجان، والمشتريات دي متوقع إنها تزيد كمان في 2025. وعشان كده هتلاقي مجلة فوربس بتقول لك لو عايز تحافظ على استقرار محفظتك الاستثماريه في 2025 يبقى لازم تشتري ذهب، وده لان الذهب بيبرز نفسه كاكثر الاصول استقرارا وسط حاله عدم اليقين اللي العالم بيعيشها من وجهه نظر مجله فوربس. فهل ممكن فعلا نعيش اليوم اللي نشوف فيه العالم بيستخدم فيه الذهب من تاني ويركن كل العملات الورقيه دي على جنب، ولا ده احتمال بعيد؟ شاركونا برايكم في التعليقات وقولوا لنا ايه اكتر حاجه ناويين تستثمروا فيها في 2025. ما تنسوش تكتبوا لنا رايكم، ما تنسوش اللايك، وكالعاده شيروا الرابط.